ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو جديد. يا ريتنا ما رجعنا من التوقف الدولي، يا ريتنا فضلنا في التوقف الدولي ده لاخر الموسم. تاني بطوله بتضيع في ظرف اسبوعين، تاني بطوله كاس، وشله العباقره اللي بتطلع تقعد تقول يا عم مش مهم بطولات الكاس، عايزين نركز في الدوري وفي الشامبيونز ليج وبطولات وديه وكاس الحليب والكلام ده، على اساس ان احنا البطولات مقطعه بعض كل موسم، وعلى اساس ان احنا كل موسم الدنيا بتمطر بطولات وبتمطر كؤوس على دماغنا، واللي هو مش عارفين نودي البطولات فين. احنا بقالنا 6 سنين ما بناخدش بطوله، وكذا مره اطلع اتكلم على اهميه بطولات الكاس دي، والناس تقعد تتريق عليا ان على اهميه الدفعه المعنويه اللي بتديها لك في مشوار سباقك في الدوري لو كسبت فيها، والاحباط اللي بتديهولك او الدفعه السلبيه اللي بتديهولك لو خسرت فيها. يعني من السذاجه ان الواحد يكون شايف ان ماتشات الكاس دي ملهاش اي تاثير على اللعيبه في سباق الدوري. يعني من السذاجه ان هم نفس اللعيبه اللي بيلعبوا هنا هم نفس اللعيبه اللي بيلعبوا هنا، مش بيعرفوا يفصلوا بين البطولتين، بين البطولات المختلفه وما بين بعض. لما بيكسب بياخد دفعه ايجابيه، واديكوا شفت مانشستر سيتي لما كسبونا في نهائي الكاس ورجعوا كسبوا ادوا ليفربول النهارده طرقعوا لهم 4. اتفرجوا على سيتي في الدوري هيعمل ايه، واتفرجوا علينا اللي في اسبوعين خسرنا بطولتين كاس، وكان ممكن يبقوا بطولتين يضافوا لبطولاتك، وان انت يعني يدوا دفعه معنويه للعيبه بتاعتك في سباق الدوري او في سباق الشامبيونز ليج. خسرتهم في اسبوعين، خسرتهم في اسبوعين. والناس يعني في فئه من الجمهور كده عامله اللي هو مش فارقه بطولات الكاس دي. يا حبيبي ما انت بطولات الكاس دي مش فارقه لو انت كل موسم بتاخد بطوله، انما انت في عرض اي بطوله تديلك بس بوش ان انت تكمل المنافسه في الدوري وتكمل المنافسه في الشامبيونز ليج وتدي البوش المعنوي للعيبه بتاعتك. انت محتاج اللعيبه بتاعتك دي. مفيش لعيب في الفرقه خد معاك بطوله غير مثلا ممكن ساكا في 2020، انما غير كده انت ما عندكش حد خد معاك بطوله قبل كده. يا جدعان مش ممكن، مش ممكن بجد القرف. يا ريتنا والله العظيم ما رجعنا من التوقف الدولي. وفعلا فعلا فعلا من السذاجه وساذج اللي شايف ان انت ماتشات الكاس دي ملهاش تاثير على مشوارك في الدوري وعلى سباق الدوري اللي احنا فيه. تمام. وبصراحه الواحد كان مستني رد من ارتيتا ومن اللعيبه دي، ان مثلا ارتيتا هنقول بقى خلاص هيغير يعني هيدي بقى الدفعه للعيبه هتخش بشكل جديد بعد ما خسروا في النهائي الكاراباو كاب قدام مانشستر سيتي. الرد كان ايه؟ ان انت مش عارف تكسب فريق تشامبيونشيب، مش عارف تكسب ساوثهامبتون، مش عارف تكسب فريق في الشامبيونشيب عامل عليك ماتش جامد، وانت مفيش فايده برضه. مفيش فايده. هفوات دفاعيه من اوحش الماتشات الدفاعيه اللي شفتها تحت ارتيتا في حياتي، من اوحش الماتشات الدفاعيه اللي شفتها تحت ارتيتا في حياتي. ثغرات دفاعيه ومساحات، وعمرنا ما كنا بنشوف يعني رجعونا 3 4 مواسم لورا مع ارتيتا بالثغرات الدفاعيه اللي شفناها النهارده دي. ساوثهامبتون في كوره واحده يضرب لك الديفنس بتاعك. مساحات ما بين السنتر باكات مش ممكن، مساحات بين السنتر باكات ونص الملعب، الباكين بتوعنا طايرين وما بيرجعوش، مش ممكن. يعني الماتش كان اوبن جيم بطريقه. انا ما عنديش مانع هتلعب ماتش مفتوح بس هات اجوان، انما هتلعب ماتش مفتوح وتسيب لي الدنيا ورا وانت اصلا مش جايب ولا جون ومش عارف تجيب اجوان وتخسر 1-0، وكان ممكن كمان تبقى يخش فيك التاني. اتعادلت ربنا سترها معاك، مفيش فايده برضه. ما بتعرفش تكسب الماتش، ما بتعرفش تفرض شخصيتك، مش عارف ان انت بعد الواحد واحد دي تجيب التاني وتخلص بقى وتريحنا ونروح وتدي اللعيبه دفعه معنويه حلوه قبل ما يلعبوا سبورتنج يوم الثلاث الجاي وقبل ما نلعب بورموث في الدوري ونكمل بقى. فاضل لنا شهرين كريتيكال جدا في الموسم وشهرين مهمين جدا في الموسم. مش ممكن، مش ممكن. والسؤال الحقيقي هنا بقى، حد عنده ثقه في مجموعه اللعيبه دي حتى لو الفرق 9 نقط بيننا وبين السيتي في الدوري؟ واحنا السيتي عارفين ان هم لسه عندهم ماتش مؤجل، وعارفين ان هم لسه هيلعبونا على ارضهم. يعني في ثانيه الفرق هيبقى 3 نقط. انا بقول لكم ثانيه الفرق هيبقى 3 نقط لو احنا كمان ما وقعناش ماتشات، لو احنا ما وقعناش نقط قدام بورموث، لو احنا ما وقعناش نقط بعد كده. تمام. حد عنده بقى ثقه في مجموعه اللعيبه دي اللي في اسبوعين قدموا مستوى زي الزفت في ماتشات كاس، منهم كان ماتش نهائي، والنهارده قدام فريق في الشامبيونشيب بالمستوى اللي قدموه النهارده ده؟ انتوا واثقين في اللعيبه دي؟ ومين حاطط في بطنه بطيخه صيفي؟ يبقى ساذج، يبقى ساذج اللي حاطط في بطنه بطيخه صيفي. والله العظيم الدوري مش محسوم خالص، الدوري في الملعب 100%. وهتقعدوا تقولوا لي ما بين الدوري في ايدينا واحنا اللي معانا. ما هو اديكوا شايفين ايدينا هي بتعمل ايه، اديكوا شايفين ايدينا في اسبوعين ورا بعض بتعمل ايه. في فاينل كاس قدام مانشستر سيتي اختفاء، مفيش ولا لعيب ظهر. قلت كذا مره ما عنديش مانع تخسر بس تلعب، ما عنديش مانع تخسر بس تلعب، انما مفيش اختفاء وانبطاح وجبن واللعيبه بتستخبى وحاجه قرف. النهارده قدام فريق في الشامبيونشيب كلنا مستنيين الرد، مستنيين اللعيبه اللي رجعت من انترناشونال بريك بداعي الاصابه ومش عارف ايه والبريكوشنز والاحتذارات اللي خدناها والكلام ده كله. فين بقى الرد اللي هتعملوه لي بعد ماتش الكاراباو كاب اللي زي الزفت ده قدام فريق في الشامبيونشيب؟ قدام فريق في الشامبيونشيب فين الرد اللي انت عملته النهارده ده؟ هفوات دفاعيه
قرف، مستوى متذبذب، اللي مش عارف تنقل كوره، مش عارف تعمل هجمه عدله، مش ممكن حد بقى. انا من نفسي مش واثق خالص، انا مش هستريح يا جدعان على الدوري غير لما شفنا بنرفعه في اخر يوم في الموسم، لما شفنا بنرفع البطوله في اخر يوم في الموسم. انما غير كده انا مش فاهم ازاي الناس مطمنه. اللي مطمن معلش ما يزعلش مني، اول مره يشجع ارسنال، اول مره يتفرج على ارسنال، اول مره يشجع ارسنال ويتفرج على ارسنال، فرق 9 نقط خادع، فرق 9 نقط ده خادع، لان هم ليهم ماتش مؤجل ولسه هيلعبوك في ثانيه هيبقى الفرق 3 نقط، واحنا ركابنا بتعمل كده، ركابنا بتعمل كده مع اي سن الضغط، واي سن الضغط ركابنا بتخبط على الجيران على طول. تمام. فانا بصراحه مش مؤز يعني رجوع من الانترناشونال بريك بنكد وبغم وبقرف، ونفس اللعيبه المقرفه هي هتكلم عليهم، ونفس الغلطات ونفس انعدام الشخصيه، ومفيش رد خالص بعد ماتش السيتي في الكاراباو كاب. مفيش اي رد، مفيش اي رد. حاجه محبطه وحاجه حزينه ويعني وتفهمش كده برضو تصميم على لعيبه في مراكز مش مراكزها. 100 مره هافرتس في نص الملعب دي عمرها ما نفعت، عمرها ما نفعت، مش عارف ليه مصمم عليها اهو. يعني عمر ما هافرتس في نص الملعب دي نفعت في التاريخ. مفيش ماتش ارتيتا لعبه في نص الملعب عمل ماتش فيه كويس، هو بيلعب قدام يا اما يقعد على الدكه، معروفه. انما نص الملعب دي هافرتس في الدايره دي مفيش. تمام. وبعدين بقى كده بالصلاه على النبي، اي لعيب من بواقي موسم 21 22 والجيل ده وحط عليهم هافرتس، تمام، مش عايز اشوفهم تاني في النادي. ده المفروض يبقى اخر موسم ليهم. خيسوس، مارتينيلي، هافرتس، اوديجارد، تروسرد، حاسس ان انا ناسي حد تاني. خمس لعيبه دول، بين وايت، الست لعيبه دول المفروض ده يبقى اخر موسم ليهم خالص. اي حد من جيل 21 22 من الفرقه دي وعليهم تروسرد وعليهم هافرتس، مع السلامه، شكرا، باي باي. الفرق الناس دي خلاص، الست لعيبه دول ما ينفع يعني، جريمه لو حد فيهم كمل موسم كمان مع النادي، سواء كان خدنا دوري او ما خدناش دوري. الست لعيبه دول باي باي، ما لهمش مكان، ما لهمش مكان. وجدد بقى، ما ينفعش بين وايت، خلاص شكرا. اظن النهارده يعني انا من الناس اللي كنت بقول ان هو برضو بيضيف هجوميا غير تمبر، بس لا، النهارده كارثي كارثي والثغرات الدفاعيه اللي مش ثغرات، ده ساب يعني بلاوي دفاعيه. ما ينفعش 6 مواسم ورا بعض، بقالك 6 مواسم بتعتمد على اللعيبه دي. اي حد من موسم 21 22 باستثناء بوكايو ساكا المفروض مع السلامه، وزود لي عليهم تروسرد مع السلامه شكرا ميرسي، وزود لي عليهم هافرتز مع السلامه شكرا ميرسي. الشباب دي خلاص. مارتينيلي انا اسف خلاص شكرا، انا جايب اخري. خيسوس شكرا، شكرا 100,000 شكرا. بين وايت مع السلامه، كفايه قوي كده، مع السلامه. الست لعيبه دول المفروض اخر موسم ليهم مع الفرقه، خلاص كفايه. وهافرتس في نص الملعب دي عمرها ما بتنفع، هافرتس في نص الملعب دي عمرها ما بتنفع. وهو برضو العبقري اللي قاعد لي على الخط مصمم يجربها كل مره، كل مره يقوم حاطط لي هافرتس في نص الملعب. نفسي بس حد يقول لي على ماتش واحد هافرتس لعب فيه خط وسط ونفعت معانا وكان وعمل ماتش كويس. نفسي حد يفهمني، حد يقول لي بجد، اديني دول، قولوا لي ماتش كده في الكومنتات هافرتس لعبوا على الدايره ولعبنا حلو. هافرتس ما بيلعبش يا جماعه غير قدام سترايكر، معروفه معروفه، يا اما يقعد على الدكه، يا اما يقعد على الدكه. تمام. جابريل خيسوس كفايه، كفايه خلاص، مش ممكن. ما عنديش اي ثقه بصراحه في الباقي من مشوار الدوري، وعكننه وقرف، وبصراحه جايب اخري. والحاجه الوحيده اللي هتسكتني بس ان احنا ناخد الدوري، انما غير كده والله والله انت هتفقد، مش هتفقد بس بطوله، يعني انت لو ما خدناش الدوري انت مش مجرد هتفقد الدوري، انت هتفقد جماهير كتيره جدا، هتفقد شغف جماهير كتير جدا. الحاله حوالين النادي هتبقى في منتهى القرف. انت ارتيتا نفسه هيفقد سيطرته على اوضه اللبس وعلى اللعيبه هتفقد ايمانها بارتيتا. خلاص انت، احنا بقالنا معاك بص كام سنه مش عارفين نعمل اي حاجه غير اف اي كاب وكوميونيتي شيلد. كفايه يا جدعان كفايه. يا ريت يا ريت اطلع غلطان ونعرف نخلص الدوري، انما بالمنظر اللي انا شايفه ده فاضل بطولتين، دوري وتشامبيونز ليج. انا اشك ان احنا الشامبيونز ليج دي هناخدها بصراحه يعني، فهي الدوري ده ما ينفعش يضيع بمنتهى البساطه، بمنتهى البساطه. ويا خوفي، يا خوفي ان انا الفرقه اللي انا شفتها في الكاراباو كاب فاينل قدام مانشستر سيتي واللي شفتها النهارده قدام ساوثهامبتون هي دي اللي تكمل مشوار الدوري، وهتروح تلعب في الاتحاد في الدوري، وهيبقى الفرق 3 نقط. وانا عارف ارسنال لما بيبقى فيه بريشر بيبقى فيه توتر. انا اسف، انا مش مطمن، اتمنى اكون غلطان، اتمنى في فريق تاني يوقع السيتي عشان فرق النقط يزيد اكتر من كده. اتمنى الحاله من خساره ماتشات الكاس دي ما تكملش معانا في الدوري. ولكن انا حزين على خساره بطولتين كانوا فعلا اللعيبه محتاجاهم والجمهور محتاجهم، وكانوا هيفرقوا جدا مع المدرب،
وهيفرقوا جدا مع الحاله المعنويه للفريق والمناخ العام اللي حوالين الفرقه، ومع ثقه اللعيبه في المدرب، وحاجات كتير قوي وحاجات كتير قوي. وان انت تبقى ساذج انك شايف بس ان دي بطولات صغيره مش مهم وهو ده بس افقك، يبقى انت افقك ضيق. لان البطولتين دول بطولتين كاس وكل حاجه، بس الايفكت بتاعهم اكبر من كده. الايفكت بتاع لما اللعيبه بتاخد بطوله، الثقه اللي بياخدوها والدفعه اللي بياخدوها بتبقى اكبر من كده بكتير، وتاثير البطولات دي بيبقى اكبر من كده بكتير. وكذا مره قلنا الكلام ده، وكذا مره قلنا الكلام ده. ولما بيروحوا يلعبوا في ويمبلي، ولما الجماهير بتملى الملعب، ولما بياخدوا بطوله، الدفعه اللي بياخدوها واللي بيحسوها بتاثر معاهم في البطولات الكبيره كمان زي الدوري والتشامبيونز ليج. المهم قولوا لي رايكم، مستني اسمع منكم. انا عن نفسي متنكد اخر نكد، واشوفكم في فيديو جاي.